من أبشع العلاقات اللي ممكن أي حد فينا يمر بيها، وهي إن الظروف تجمعك بشخص من النوع اللي ملوش عزيز ولا غالي. وده بقى اللي سيدنا النبي وصفه إذا خاصم فجر. للأسف الفجر في الخصومة من أبشع الأمور المرعبة. الشخص اللي نسي ضحكة ضحكتوها سوا، المواقف والظروف الجميلة اللي عشتوها سوا، الأكلة الحلوة اللي أكلتوها سوا، الجدعنة اللي كانت في يوم من الأيام سند وظهر ليه. الشخص اللي بينسى الجميل أو أي كلمة طيبة حتى لو كانت صباح الخير. ومع أول خلاف ما بينكم تبتدي الشخصية الحقيقية تظهر وتبان وتبقى واضحة وضوح الشمس. هيفجر في خصامك ووارد جدا يضرك بأي شكل. الشخصيات دي بتبقى شاطرة جدا في تسلل الأحداث وإقناع أي حد بربط المواقف، إلا أصحاب الفكر السليم والناضج بيكون سهل عليهم جدا إن هم يكتشفوا النوعية دي من الناس. بس اللي عايز أقوله هنا إن ربنا ما بيضحكش عليه، ربك بيعيد ترتيب الأحداث وبيرجع